السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. بدعوكم في بداية الفيديو للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. واللي أول مرة يشوفنا، في زرار مكتوب عليه كلمة اشتراك أسفل الفيديو هيدوس عليها ويفعل زر الجرس عشان يوصله أي فيديو جديد على القناة. بالنسبة لأسعار الرز الشعير النهاردة وسوق الرز، رئيس شعبة الرز النهاردة اتكلم كلام مهم جدا، وقالوا انه بيتوعد المخزنين والفلاحين انهم لو خزنوا رز اكتر من احتياجاتهم كده الفلاح بيتحول لتاجر، وده بيكون ضد قرار وزير التموين بشأن تداول الرز. والقرار اللي نزله وزير التموين بشأن تداول الرز إن يجب على المخزن التبليغ عن الكميات المخزنة كل أسبوع، ويكون له سجل تجاري وبطاقة ضريبية. ولو الكلام ده حصل من غير الحاجات ديت هيكون في مخالفة ضد القانون. وقال كمان إن الرز اللي بيتم حصاده لا يتعدى 15% من مساحة الرز اللي موجودة في مصر، وباقي الرز موجود في الأرض. حوالي 85% من إجمالي مساحة الرز لم يتم حصادها. وأضاف كمان إن أكتر شكاوي المحتكرين متمركزة في مركز بلقاس والأماكن المجاورة، وقال إن الشرقية والدقهلية ودمياط دول بيجوا منهم الشكاوي على مستوى الجمهورية، وخاص مركز بلقاس والأماكن المجاورة زي المعصرة وخلافه. الكلام ده مذاع تلفزيونيا مع الإعلام الكبير أحمد موسى على قناة صدى البلد. بالنسبة لأسعار الرز النهاردة عشان منطولش على حضراتكم، سعر الرز الشعير عريض الحبة وصل للمضرب من 15,200 ل15,400 جنيه، وسعر الرز الشعير رفيع الحبة سجل النهاردة من 14,200 ل14,400 جنيه. أما بالنسبة لأسعار التنفيذ فبتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من تاجر لآخر ومن مكان للتاني على حسب جودة البضاعة والنولون وطريقة السداد. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وصورة إكس وكسر من 8 ل10%، سجلت معانا من 21,100 ل21,300. شكاير متعبية 25 كيلو و10 كيلو. بالنسبة للرز الأبيض العريض، بضاعة أعلى جودة كسر من 8 ل10% وزيت وبخار وصورة إكس، سجل معانا من 22,800 ل23,000 جنيه. في ارتفاع في أسعار مخلفات الرز، السرس المطحون 1300، وكسر الرز الناعم 12,500، وسعر الكونة 10,300. وبكده نكون عرضنا لحضراتكم الأسعار اليوم وحالة السوق ورأي المسؤولين في تداول الرز. وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.